عطر الكلام ما قل ودل، واليوم نقول الحقيقة بلا لف ولا دوران حول ما خططت له الصهيونية العالمية وما هو في صدد تنفيذه الآن. المسألة يا سادة ليست تطبيعا ولا سلاما ولا بطيخ. ما يحدث في المغرب اليوم هو عملية تعليب سياسية كاملة، أخذ دولة قائمة، إفراغها من قرارها، ثم إعادة تغليفها على شكل كيان ثالث في مشروع صهيوني عالمي بدأ منذ قرن ولم يتوقف لحظة. الكيان الأول زرعوه في فلسطين بالقوة بالدبابات والمدافع على أنقاض شعب كامل. الكيان الثاني زرعوه في الخليج في الإمارات تحديدا بعد أن خطفوا عائلة بن زايد وحولوها من حاكمة لبلادها إلى مجرد وكيل مبيعات لمشاريعهم العابرة للقارات. واليوم جاء الدور على المغرب، ولكن بطريقة أكثر أناقة، لا احتلال مباشر ولا انقلاب عسكري، بل شراكة وتطبيع وابتسامات في الصور التذكارية، وفي الكواليس سلخ كامل للسيادة وتحويل القرار إلى الخارج. المخزن الغارق في الديون والعاجز عن حسم ملف الصحراء وحده وجد نفسه أمام شبح الإفلاس والاضطرابات، فجاءه المنقذ الصهيوني. الصهيونية العالمية دخلت من الباب الكبير وقدمت الحماية مقابل التنازل عن القرار والثروات، ومنذ تلك اللحظة صار ملف الصحراء يدار في باريس وتل أبيب وواشنطن، والوزير المغربي يعود من الجولات الدبلوماسية وهو يقرأ من نصوص لم يكتب منها حرفا واحدا، لكن لأنهم خبراء في التخطيط بعيد المدى وضع الصهاينة خطة بديلة: هجرة يهودية غير معلنة نحو المغرب، شراء واستيلاء على الأراضي والعقارات، تملك قطاعات اقتصادية حساسة، حتى إذا تغير النظام يوما أو حاول الشعب استعادة زمام الأمور أو زمام المبادرة يكون لديهم واقع ديموغرافي يتيح التدخل بحجة حماية حقوق الجالية اليهودية الكبيرة. هكذا تكتمل أضلاع المثلث الصهيوني: فلسطين في المشرق، الإمارات في الخليج، والمغرب في شمال إفريقيا. 3 كيانات، 3 بوابات، 3 قواعد نفوذ تخدم رأس المال الصهيوني العالمي، تختلف فيها الأسماء والرايات، لكن المشغل واحد. المغرب اليوم ليس دولة بالمفهوم السيادي، بل كيان مفصول من شجرة الدول وملحق بشبكة المصالح التي تديرها المنظومة التي زرعت من قبل كيانين ونجحت فيهما. الفرق الوحيد أن الفلسطينيين يعرفون أنهم تحت احتلال، والإماراتيين يعرفون أنهم تحت وصاية، أما المغاربة فربما لم يكتشفوا بعد أنهم تحولوا إلى الكيان الثالث. إلى اللقاء.